صحيت الصبح لقيت احد الاخوه الزملكاويه باعت لي رساله على الصفحه. بيقول لي: هو انت مش عارف ان النادي الاهلي بيكسب بطولاته بالتحكيم، ولا انت مش مؤمن بالفكره دي؟ الحقيقه انا من ساعه ما وعيت على الكوره من حوالي 35 او 36 سنه، وانا دايما بلاقي ان الزملكاويه بيحاولوا يشككوا في انتصارات النادي الاهلي وفي الفوز ببطولاته. يقول لك ايه؟ يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، ولو دخل الفار الاهلي مش هيشم بطوله. دخل الفار والاهلي كسب كل البطولات على المستوى المحلي والافريقي، وحتى انجازاته ببرونزيات كاس العالم. يقول لك الاهلي بيكسب بوكاله الاهرام وحسن حمدي. راحت وكاله الاهرام وراح الكابتن حسن حمدي، وما زال الاهلي بياخد برضه بطولات محليه وافريقيه. يقول لك الاهلي بيكسب بلعيبه الاسماعيلي. الاهلي بطل يجيب لعيبه من النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي من ساعتها وهو كل موسم بيصارع من اجل البقاء، ومع ذلك الاهلي برضه بيكسب بطولات محليه وافريقيه وانجازات. من ساعه ما بدات اشجع كوره ودايما الزملكاويه بيحاولوا ان هم يجدوا لنفسهم مبررات وشماعات للفشل، وفي نفس الوقت بيحاولوا يشككوا في اي انجازات وبطولات للنادي الاهلي. واللي بيسالني هنا نسي يوضح لي هو انهي بطولات بالظبط اللي الاهلي بيكسبها بالتحكيم. هل البطولات المحليه اللي الاهلي مكتسح فيها، ولا البطولات الافريقيه اللي الاهلي برضه مكتسح فيها، ولا الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ والاهلي على جميع المستويات متفوق طوال تاريخه. فنصيحه للاخوه الزملكاويه: لو عايزين النادي بتاعكم حاله ينصلح، حاولوا ان انتوا تحبوا نادي الزمالك اكتر ما تكرهوا النادي الاهلي. حاولوا تبقوا فرحتكم بانتصارات نادي الزمالك تبقى اكتر من فرحتكم بخسائر النادي الاهلي. حاولوا ان انتوا تخلوا نادي الزمالك ينجح، تفكروا ازاي نادي الزمالك ينجح اكتر ما تحاولوا تفكروا ازاي تفشلوا النادي الاهلي. حاولوا تشغلوا نفسكم بمشاكلكم انتوا وتحاولوا تحلوها، المشكلات بتاعتكم اللي على ارض الواقع، مش تحاولوا تصدروا مشاكل عشان تفشلوا النادي الاهلي. يوم ما تعملوا الكلام ده، صدقوني صدقوني الزمالك حاله هينصلح، وممكن ساعتها يبقى منافس بجد للنادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.